خلينا في التشكيلة سيد محمد عبو، من خلال الأسماء الأولية التي بدأت تروج في الساحة السياسية، هل مهدي جمعة في الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتشكيلة؟ انا ما عنديش معلومات، ما نحن ماشي في الحوار الحقيقه، ما عندناش ما يكفي المعلومات، وما نعرفش حتى اللي في الحوار يعرفوا الاسماء ولا، ولكن على كل حال هذه اخبار صحفيه معناها الحقيقه متناقضه فيما بينهم، مش نبنيو عليها حتى حكم بالضبط. ولكن في نفس الوقت نقولوا زاد ما يلزمش يقع الضغط عليه، راهو من السلبيات معناها الحكومات بعد الثوره، قلت بعد الثوره بقطع النظر على كل الاحزاب، كانوا ما عادش هما فريق ورئيس فريق، ان شاء الله تجربه نتاع سي مهدي جمعه، نحن ضد اللي صار هذا الكل، حتى ما سمى بالحوار الوطني ما شاركناش فيه لاعتبارات معينه نعتقد كانوا صحيحه، ولكن لا نمتلك الحقيقه، في الاخر الاغلبيه بين سلطه ومعارضه راهو خلاف ذلك، فليكن نجم كان ندعم راجل خليه يخدم على روحه، خلي البلاد تقف على ساقها، مش بالضروره كل طرف يحب يوري روحه صحيح، لازم يواصل الاخر في موقفه، على هذه ان شاء الله يعملوا به بقيه الاطراف، خاصه اللي يدفعوا في الاتجاه هذا. نعرف اللي عندكم شويه عراقيل، حتى اللي يدفعوا الاتجاه هذا ساعات يشد في نقاط، ما تشدوش ياسر في نقاط، نحن انا كان جيت في ظروف عاديه نجم نتحفظ لك على سي مهدي جمعه، نقول لك كان وزير الصناعه 9 اشهر وما حل حتى ملف يتعلق بالبترول، وعندنا معلومات او على الاقل ادعاءات يا سيدي، ادعاءات معناها متواصله ومتردده الى اخره تتعلق بتجاوزات وما رينا شيء، ولكن خلي البلاد تقف على ساقها. قطع النظر كل شيء، نحن حتى حكومه النهضه بسلبياتها قلنا خليه تكمل 6 شهور 7 شهور، سامحني. التيار الديمقراطي يعني من مساله ضم حكومه مهدي جمعه لوزراء من حكومه علي العارض. نعاود نذكرك بالمنطلق هذاك، علاش مهم باش نقول لك المنطلق ما يقلقناش، المهم طبعا يكون الوزراء اللي الاداء نتاعهم طيب، اما ما نتصورش برشا، هو الحقيقه راه حكى مع لطفي بن جدو مثلا، هو حكى تقريبا على 3 4 وزراء يراكم يبقيهم، نحن راينا قبل كل الحكومه كلها من الجديد باش تبدا راي عرقله الاداره. يبقى السيد وزير الداخليه ولا طبعا عنده بعض الاخطاء في ظروف عاديه واقفه فيها البلاد، نقولوا يتبدل مثلا 25 جويليه يتبدل في ظروف عاديه. في ظروف عاديه انتهاكات حقوق الانسان سامحني يتبدل. في ظروف تونس اليوم، في ظروف تونس اليوم حسب راينا الشخصي اصعب وزاره هي وزاره الداخليه، وما زال كي تحسن الوضع فيها والحمد لله، وخليني نقول لك تحسن اكثر فتره تحسن الوضع في عهده هو، ما تنجمش تفكها له هذه. سي علي العرايض حتى قبل التاريخ وقت جات تغييره قلنا لهم بسلبياته، خاطر نعتقد كانوا عنده سلبيات برشا في ادارته الوزاره الداخليه، خلي البلاد تقف على ساقيها، الوزاره هذه صعيبه ما بدلوش، في هذه غلطنا، في غيره ما غلطناش، اما في هذه بدات غلطنا، كي جا سي لطفي كان الاداء نتاعو احسن، لكن مش للدرجه اللي نتمناوها. ماهيش يركز برشا على 25 خاطر الحقيقه في العالم الكل تصير معناها ساعات الخلل الامني هذا، اما انتهاكات حقوق الانسان نحن تو نطالبوا بالتصدي للسلفيين الجهاديين اللي خارجين على القانون واي طرف كان، وهو عمل هذا بارك الله فيه، اما ديما نذكروا فيه مش من توا، وقت هما في الجبل يضربوا نحن عملوا حمله ضدنا خاطر نقولوا لهم اضربوهم واضربوا بالطيران كان لازم، اما انتهاكات حقوق الانسان لا، انتهكت حقوق الانسان في الاشهر اللي فاتت، ولات فما معادله، يا تنتهك حقوق الانسان يا تسيب الفوضويين، لا تنجم تربح في المعادله هذه، ومع ذلك في الوضع الخاص اللي تمر به البلاد حاليا صعيب تغيير في وزاره الداخليه، يا حبذا كان يبقى ذي راينا الخاص. حاجه واحده فيها ضغوطات انا نحسها الحقيقه ياسر شعبويه، هالفكره هذه نتاع التقليص في الوزارات، حتى كان اخي يحكيوا فيها ياسر الفرنسيس راهم ماخذين عليهم شويه، محتلونا 75 سنه، خلونا برشا سلبيات، من سلبياتهم عندهم المعارك السياسيه هذه لا شيء، تو ساركوزي مثلا في 2007 يوعد في الناس قال لهم باش نعمل حكومه ب 15 وزير، خرج وفيها 37 عضو حكومه بين وزراء ووزراء معتمدين وكتاب دوله، مش ساهل راهو. سي مهدي حواس قبل كان وزير السياحه ووزير التجاره بارك الله فيه يخدموا الكل، ولكن كان وزير نهار ووزير هنا نهار اخر، مش يتصور تونسي كونه هذه فيها تقشف، راهي من المضحكات كان يتصور واحد شهريه نتاع وزير وبعض المصاريف مهما كانت مهمه اهم من كونك تشل وزاره ولا تسرحها، وزير في زوز وزارات معناها يخدم نص وقت في وزاره هنا ونص وقت في وزاره اخرى، فبالتالي ماكش باش تسرح حتى شيء. بعض الوزارات وزاره المراه تنقص، نعرفش بعض الوزارات مثلا البيئه هي بطبيعتها نقص ولا محل كتاب الدوله، هذه شيء ممكنه، ضم الداخليه والعدل او الامن يولي وحده والجماعات المحليه تمشي لوزاره التنميه، نجم يعمل حاجه كيما هذه نتصورها مقبوله بشكل عام، وحتى الامنيين يطالبوا بها، وبعض الاصلاحات او تصور الاصلاحات تم وتقدمت في المعنى هذا، اما 7 8 وزارات باش نقص باش نوليو في الاخر مثلا عرفش 15 وزاره ولا غيرها، راهي داخله في الشعبويه وما باش تربح الدوله حتى شيء، بالعكس باش تعرقل كثير من المشاريع. نعم سيد عبد اللطيف، وبالمناسبه سامحني باش نقول لك حاجه، حسب ما نعرف وانا حقيقه ما نحكيش اللي يصير في كواليس، ولكن حسب ما نعرف هذا رايه هو بيدو راه، فاذا ريت غيروه راه غير معناها بالضغط الشعبي، وانا نقول نقصوا عليه شويه من الضغط، نتصور مادام فما هالوفاق هذا خليه يخدم على روحه.